النهاردة كده 5 يوم في دورة الفراخ البيضة ما شاء الله. فهنبتدي برضو ان احنا ماشيين بالخلطات وبالاعشاب اللي هي بترفع من المناعة وبتزود في الوزن. فهنبتدي كده نحط لهم اعشاب جديدة كده على العلف علشان الفرخ يكبر معانا على طول من غير اي مشاكل. طبعا في بداية اليوم عملت دي كده في اول النهار. نضفت الفرشة تحت الفراخ. ضروري جدا ان انتي لو لقيتي الفرشة مش نظيفة تنضفي تظبطي بقى التهوية بتاعت المكان. الفرشة المكان ما يكونش درجة الحرارة عالية على الفراخ علشان الناس اللي بتشتكي من ضعف الاوزان من كتمة المكان لما المكان بيكون مكتوم عليهم ومش نظيف. فده طبعا اكيد بأثر على الوزن وبأثر على التحويل بتاعهم وبيخلي الفراخ ما بتسحبش كده معاكي في العلف. طبعا الخلطات اللي احنا بنعملها بنعملها علشان تساعد الفرخ ان هو معدل التحويل عنده يكون عالي، فالعلف اللي هو ياكله يتحول كده ويظهر على وزن الفرخ على طول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. نبدأ الكلام بذكر الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. هنبتدي كده بالخلطة بتاعتنا النهاردة اللي هي على العلف. وكمان طبعا في أول يوم في فترة الاستقبال أنا استقبلت الفراخ على على كيس محلول معالجة الجفاف بتاع الأطفال. تاني يوم ابتديت على طول بالمضاد الحيوي علشان الفرخ يكون نشيط زي ما انتوا شايفين كده معايا ويكبر معايا على طول. طبعا المضاد الحيوي ده استخدمته لحد اليوم الرابع اللي هو امبارح كان اليوم الرابع للفراخ. فهنبتدي بقى من اليوم الخامس نبتدي بقى بالفيتامينات اللي هي على المية علشان طبعا لما الفراخ تتقل كده ووزنها يعلى ما يحصلش كساح ولا يحصل مشاكل معوية ولا اي حاجة للفرخ. الفرخ ده انه نشيط معاك وحيويته عالية ويكبر معاك كمان. طبعا بالنسبة للعلافات انا بحط لهم علفتين في المكان بحيث ان الفراخ كلها كلهم ياكلوا كلهم يكونوا وزن واحد. طبعا والمكان اللي انا حطهم فيه ده الصندوق ده واسع خالص عليهم، في مكان بياكلوا فيه ومكان بيتحركوا فيه. فده اهم حاجة في اهم حاجة في تربية الفراخ المكان يكون حلو عليهم، ما تحطيش الفراخ في مكان ضيق لو هما بقى قاعدين. طبعا هنبتدي كده ان احنا نشوف الخلطة بتاعتنا. ده طبعا البصل ده انا ماشيه بيه من تاني يوم على طول لدورة الفراخ دي ببشره كده. بس المهم ان انت تنعميه شويه علشان الفرخ يعرف ان هو يطول منه وياكله. وده طبعا معلقه من معلقه الكركم، المعلقه الصغيره بتاعت الشاي. وده الكركم ده حبه البركه، وده الكركم طبعا اللي ما فيش غنى عنه. وده طبعا نص معلقه من المعلقه الصغيره اللي هو القرنفل. طبعا هو كان عيدان كده وانا ابتديت ان انا طحنته ونعمته خالص بحيث ان الفراخ لسه صغيره، فلازم انت تطحنيه كده ليه. ده علشان المشاكل المعويه والتنفسيه وحلو جدا ليه. انا كان عندي دوره فراخ قبل كده كنت برضو منزلها على القناه كده. وكنت دايما بعمل الكركم بعمل القرنفل الحاجات دي، فما شاء الله بتكون حلوه جدا. طبعا انا بلخم ده كله وبقوم منزله كده في العلافه بتاعتي بحيث ان الفراخ كلها تطول من الخلطه اللي احنا بنعملها، كل الفراخ تاكل منها. طبعا انا بحط كده علفتين يعني. بعد الفيديو كده بقوم شايله من العلافه دي شويه وحطاهم في العلافه التانية بحيث ان الفراخ كلها تاكل مع بعضها، مفيش فرخ يطول من الخلطه وفرخ ما يطولش منها. فعلشان كده ما شاء الله كلهم حجم واحد. وده في الاول خالص اهم حاجه نوع الفرخ هو اللي بيحدد ان الفراخ ده هتكبر معاكي ولا لا. لو الفرخ مش طارده ونوع حلو فهتلاقيهم كلهم على 35 يوم ما شاء الله اوزانهم حلوه واوزانهم عاليه. بالنسبه طبعا للفيتامينات اللي انا حطيتها كده على الميه هشتغل بيها برضو الازازه كده. هستخدمها 3 ايام كده او 4 ايام كده ورا بعض بحيث انا كده اديت الفرخ بتاعي حضنته حلو اديته المضاد الحيوي بتاعه في اول الاستقبال. وبعد كده هنشتغل بقى بالفيتامينات وبالخلطات.
فهو ده اللي بيخلي الفراخ ما شاء الله وزنها عالي. وهنشوف كده في الايام الجايه ان شاء الله الفراخ ده هتكون في نهايه الدوره اوزانها عامله ازاي. يا ريت كده لو انتوا لسه بتشوفوا القناه بتاعتي لاول مره ولسه ما عملتوش اللايك للفيديو، تعملوا اشتراك طبعا، فعلوا زر الجرس كده علشان كل ما انزل فيديو للفراخ او للبط تتابعوا معايا. طبعا ابتدينا كده ان احنا حطينا الخلطه بتاعتنا. لو انت هتستخدمي بقى البصل، عشان احنا يعني دخلنا على فصل الصيف وكده، فحاولي ان انت اليوم اللي هتحطي بصل للبط او للفراخ عندك ما تحطيش البصل على الخلطة في الحر، حطيه فترة الصبحية، علشان البصل طبعا بيكون حامي عليهم مع ارتفاع درجة الحرارة، فما ينفعش ان انت تحطيه والجو حر. حطيه اول النهار كده في اول اليوم. بالنسبة بقى للفيتامينات، دي ازازة الفيتامينات اللي انا بستخدمها بقى حاليا للفراخ AD3E. طبعا انا جبت لهم الاملاح والفيتامينات دول الازازتين بكام؟ ب15 جنيه. هبتدي كده ان انا باخد منها غطا واحد بس وحطيته على السقاية. يعني كان ممكن ان انا احط معلقة منه الصغيرة، لكن طبعا الفيتامينات دي بتكون ضعيفة شوية، غير الازاز اللي هي بتكون كبيرة بتاعت المزارع، بتكون طبعا فيها بتكون اعلى من كده. فانا حطيت غطا على السقاية. طبعا انا حاطه لهم يعني طالما هحط فيتامينات فبحط السقاية اللي هي الصغيرة دي، بحيث ان هم يخلصوها وابتدي بقى ان انا احط لهم اغير المية باستمرار، علشان طبعا من ارتفاع درجة الحرارة احنا بندفي الفراخ طبعا في اول اسبوع وكده، علشان المية ما تسخنش قدام الفراخ. اهم حاجة المية ما تسيبهاش تسخن قدامهم علشان ما تعملش اسهال ليهم. وبالنسبة بقى ما شاء الله شايفين الوسع المكان اللي انا بربيهم فيه، الصندوق ده واسع خالص، فالفرخ في حركة حلوة كده فيه، فبتلاقيه نشيط ما شاء الله وبيكبر معاكي كده بسرعة. جهزي المكان قبل التربية، قبل ما تربي اي حاجة تكوني مجهزة لهم المكان اللي هم يتحركوا وياكلوا ويشربوا فيه، وما تحتاجيش ان انت كل شوية عايزة تنضفي. وان شاء الله استنوني كده في فيديو جديد. حبيت ان انا اشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.